أعظم بناء أقامته يد الإنسان حتى بداية القرن العشرين. كتلة الهرم تكفي لبناء سور حول ثلثي خط الاستواء. تعتبر الأهرامات أعظم آثارنا جميعا وأعظم آثار العالم على وجه الإطلاق. هرم خوفو الأكبر رمز الخلود، قاهر الزمن، دليل الصبر، عنوان الرسوخ والصلابة، ومعجزة فن البناء الهندسي والمعماري في كل العصور. قالوا عنه إنه إحدى العجائب السبع في العالم القديم، والآن قد فنيت هذه العجائب كلها وأصبحت خبرا في كتاب أو أثرا بعد عين، إلا الهرم الأكبر لا يزال قائما يتحدى القرون مهما توالت بالعشرات، فهو أعجوبة الأعاجيب وقاهر التاريخ. أهلا بيكم في قناتي تجربة إيمي. تعالوا معايا النهاردة أخدكم في زيارة سريعة لمجمع أهرامات الجيزة، إحدى العجائب السبعة ومكان من أجمل الأماكن السياحية اللي موجودة في جمهورية مصر العربية وفي العالم أجمع. هو موقع أثري على هضبة الجيزة على مشارف القاهرة، ويشمل الأهرامات الثلاثة خوفو وخفرع ومنقرع وأبو الهول العظيم. موجود كمان هناك في نفس المنطقة عدة مقابر وقرية عمالية ومجمع صناعي. يقع في الصحراء الغربية على بعد حوالي 9 كيلومتر غرب نهر النيل في البلدة القديمة في الجيزة، وحوالي 13 كيلومتر جنوب غرب مركز مدينة القاهرة. ايه هي حكاية أهرامات الجيزة وايه فكرتها وايه الفكرة من بناء أهرامات بالحجم ده؟ الأهرامات هي مقابر ملكية، كل منها يحمل اسم الملك الذي بناها وتم دفنه فيها. والبناء الهرمي هنا هو مرحلة من مراحل تطور عمارة المقابر في مصر القديمة، فهم أبدعوا في بناء المقابر منذ بدايتها. كانت في الأول عبارة عن حفرة صغيرة تحولت إلى حجرة تحت الأرض، ثم إلى عدة غرف تعلوها مصطبة، وبعد ذلك تطورت لتأخذ شكل الهرم المدرج. واللي قام بالتطوير ده كان المهندس إميحتب وزير الفرعون زوسر في الأسرة الثالثة، وتلا ذلك محاولتين للملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة لبناء شكل هرمي كامل، ولكن ظهر الهرمين غير سليم الشكل وهما يقعان في دهشور، إحداهما مفلطح القاعدة والآخر اتخذ شكل أصغر يقارب نصف حجم الأول. تعالوا معايا نكمل جولتنا جوه الأهرامات واخدكم لمقبرة من ضمن المقابر اللي موجودة داخل أهرامات الجيزة. المقبرة دي موجودة تحت الأرض على عمق بعيد جدا، والمكان زي ما انتم شايفين ضيق قوي ومسافة طويلة عشان توصلوا للمقبرة اللي موجودة تحت. دي كانت إحدى المقابر اللي موجودة قديما، كانت على الشكل ده بالظبط. كانوا بيعملوا نفق عشان يوصلوا الحجرة تحت الأرض ويدفنوا فيها الموتى. طبعا ده الشكل القديم للمقابر. أما الأهرامات دي أحدث حاجة وصلوا لها فن العمارة في بناء المقابر. تعالوا اتفرجوا معايا على المقابر قديما وشكلها عند قدماء المصريين. ودي كانت تجربتي في داخل إحدى المقابر الموجودة في أهرامات الجيزة. اتفرجنا عليها بشكل واقعي، والحقيقة المكان كان له رهبة مش طبيعية، لكن أنا كان عندي حب استطلاع أنزل بنفسي واتفرج واشوف المكان عامل ازاي من جوه. تعالوا كمان أوريكم المكان ده بس من فوق بقى. في مكان من فوق زي ما انتم شايفين غير المكان الموجود تحت. طبعا الأهرامات كلها أسرار وكلها حكايات، هقول لكم جزء منها
عشان أعرفكم على تاريخ المنطقة الأثرية اللي موجودة في أهرامات الجيزة. يلا بينا نتفرج الأول على المكان ده زي ما انتم شايفين اللي فوق المقبرة، عشان نرجع نكمل جولتنا داخل أهرامات الجيزة. عايزة أقول لكم كمان معلومة مهمة وصلت لها، إن المقابر دي اتبنت عشان تفضل موجودة للأبد. ده كان فكر الملوك الفراعنة زمان، إن كانوا بيخططوا لبناء الأهرامات عشان تكون عندهم مكان موجود أبدي. كان عندهم اعتقاد في البعث، وإن هما بعد ما يموتوا هيتم بعثهم وهيعيشوا حياة جديدة، فكانوا بيحاولوا يجهزوا الحياة دي من دلوقتي وهم عايشين، ويخلوها على أعلى مستوى وأعلى طراز بنائي. وفعلا هم برعوا في البناء الهندسي، وده كان آخر ما وصلوا له، اللي هي كانت أهرامات الجيزة. وما زال العلماء في حالة دهشة من براعة وإتقان بناء الأهرامات. فتم بناء الأهرامات بتقنية هندسية متميزة جدا، وده هنلاحظه بوضوح جدا لما نشوف الأهرامات الثلاثة اللي هم تقريبا متطابقين إلى حد كبير جدا، وجميعهم يتجه نحو الشمال. الثلاث أهرامات في اتجاه واحد شمالا، بنفس درجة الميلان من عند الزاوية الأساسية، وكأنه تم استخدام أحدث التقنيات عشان تكون متوازنة إلى هذا الحد. عايز أقول لكم كمان إن تم بناء الأهرامات بعمال مصريين بأجر. كان في بعض الأقاويل بتقول إن تم استخدام عبيد لبناء الأهرامات، ده لم يحدث. اللي تم بالفعل إن كان في عمال مصريين وأخدوا أجر على البناء اللي هم قاموا ببنائه. وعايز أقول لكم كمان كان في تكريم ليهم، إن اللي كان بيموت أثناء ما هو بيبني الأهرامات في الفترة اللي كانوا بيبنوها فيها كان بيدفن في نفس المكان تكريما ليهم. طبعا ده يعتبر مقابر لملوك، فكانوا بيدفنوهم تكريما ليهم ولمجهودهم ان هم الناس اللي بنت الاهرامات. وكان في كمان بعض الاقاويل اللي كان بيدوهم وجبات اثناء شغلهم داخل اهرامات الجيزة. ولغاية النهاردة وبعد مرور حوالي 4000 سنة تقريبا، في غرف وممرات سرية داخل الهرم لم يتم الوصول ليها حتى الآن. تعالوا أكلمكم عن أبي الهول اللي قدامنا ده. عايز أقول لكم إن ده تمثال أبي الهول اللي تم نحته في عهد الملك خفرع، صاحب ثاني هرم في أهرامات الجيزة. وكان هدف المصريين من بناء هذا التمثال إنه يكون بمثابة حارس للمقابر والأهرامات والمعابد المصرية القديمة، عشان تكون في مأمن من اللصوص. المكان باقي وشاهد على العصر زي ما انتم شايفين. المكان موجود بقمة روعته وقمة جماله وقمة هيبته، وبقى منتزه وخروجه للمصريين وغير المصريين والعرب ومن كل بلاد العالم. زي ما انتم شايفين اتوبيسات واقفة كتير جدا، وبينزلوا ياخدوا الجمل، يركبوا الجمال ويركبوا الحصنة وياخدوا صور تذكارية ويتمشوا. بس هو المكان طبعا واسع جدا وكبير جدا. اللي يحب يروح الأهرامات لازم يكون عامل حسابه في حذاء مريح يعرف يتحرك بيه. المكان كبير جدا وعاوز مجهود، وعاوز حد يكون معاه مية عشان طبعا في شمس كتير هناك. ممكن تتحرك بالعربية، بتاخد تذكرة ليه بوابتين، ممكن تاخد البوابة الأولانية أو البوابة التانية، وممكن تتحرك بالعربية زي ما انتم شايفين. فيها قدامكم عربيات بتخش جوه بتعملها تذكرة، تاخد تذكرة من البوابة وتخش بالعربية بتاعتك تلف في المكان، أو تذكرة للأتوبيس لو في سياح أجانب أو مصريين برضو بياخدوا تذكرة الأتوبيس بتاعهم ويتحركوا داخل الأهرامات زي ما انتم شايفين. عشان المساحات واسعة جدا وبين كل مكان ومكان مشوار طويل، فبيبقى صعب شوية انك تمشي. طبعا ده عايز شباب صغيرة أو ناس عندها قدرة على المشي لمسافات طويلة، لكن لو ده صعب بالنسبة لكم طبعا بتدفعوا تذكرة للأتوبيس أو للعربية وتتجولوا داخل الأهرامات بكل سهولة وبكل بساطة. سعر التذكرة كان 60 جنيه بالنسبة للمصريين و30 جنيه بالنسبة للطلبة. المكان زي ما انتم شايفين حاجة كده مبدعة، هتاخدوا فيها أجمل صور ممكن تاخدوها في حياتكم. وقت الزيارة يوميا من الساعة 9 لغاية الساعة 5 تقريبا. في حاجة مهمة لازم نعرفها، طريقة الحجز. في طريقتين للحجز، يا إما نحجز أونلاين يا إما نروح هناك نحجز من المكان نفسه. لكن في الحالة دي لازم يكون معاكم فيزا، مفيش دفع كاش، غير مسموح بدفع الفلوس كاش. لازم يكون معاكم فيزا عليها فلوس تدفعوا بيها التذاكر عشان تدخلوا للأهرامات.
طبعا الدخول للأهرامات متاح يوميا طول أيام الأسبوع، لكن نصيحة بلاش حد يروح في الويك إند، بتبقى زحمة جدا جمعة وسبت. المكان هناك بيبقى زحمة طبعا، في أحيانا بتبقى الزحمة حلوة، لكن في بعض الأحيان الناس بتتضايق من الزحمة. لكن باقي الأسبوع تبقى الدنيا أهدى شوية. يعني اللي حابب يستمتع بالمكان وياخد وقت جميل وظريف يروح في الأيام العادية، بلاش في الويك إند. تذكرة الدخول اللي بندفعها بنمر بيها وبنستخدمها في كل مكان في الأهرامات، باستثناء مكان واحد بس اللي هو داخل الأهرامات، ده بتدفع له تذكرة 150 جنيه. اللي حابب يدخل جوه الأهرامات بيدفع 150 جنيه. طبعا أنا للأسف ما دخلتش، كان الوقت بالنسبة لي كنت من الصبح موجودة هناك وكنت خلاص تعبت جدا ومش قادرة أكمل، فللأسف ما دخلتش. إن شاء الله قريب هروح هناك وادخل واعمل لكم ان شاء الله فيديو من داخل اهرامات الجيزه. وبرده كان في بعض الناس قالت لي ان هو المكان ضيق جدا اكتر من اللي شفتوه من شويه، فكنت بصراحه ما عنديش قدره انزل مكان تاني، لان اول مكان تعبني اصلا في النزول، فكنت شايله هم ان ادخل المكان التاني، قلت هجيله مره مخصوص وادخل. المكان اللي قدامكم ده اسمه قدس الاقداس. المكان ده من الأماكن المهمة جدا في أهرامات الجيزة، واللي موجود فيه داخله فيه ممر طويل. الممر ده كان عندهم اعتقاد إن الموتى بتعدي عن طريقه وتطلع الروح من الناحية التانية. طبعا المكان ده مهم جدا، هعمل لكم عنه فيديو خاص بيه أشرح لكم كل تفاصيله. أهرامات الجيزة جواها أسرار وحكايات كتير، عايزة فيديوهات وفيديوهات، صعب جدا نلمها في فيديو واحد، لأن كل مكان له حكاية وكل مكان له قصة، وكل قصة أغرب من التانية، وكل قصة هتشدك وعايز تعرف تفاصيلها وإيه اللي بيحصل فيها. دلوقتي احنا رايحين المدخل الرئيسي للأهرامات. عايز أقول لكم هناك موجود محلات كتيرة، موجود مطاعم وكافيهات، وموجود كمان اللي حابب يشتري هدايا تذكارية موجود عندهم في المدخل كده، هتلاقوا زي ما انتم شايفين قدامكم هدايا واشكال للفراعنه وتماثيل صغيره اللي بيحب الحاجات دي، وفي خيول ممكن تاخدوا خيل تلفوا بيها في المكان، وفي جمال تاخد الجمل تلف بيه تروح اي مكان انت عايزه. المكان فيه حاجات كتيره جدا، في حمامات على فكره، الناس اللي بتحب تروح هناك وبتحس ان المكان كبير وان هم الدنيا صعبه، لا المكان مجهز. زي ما انتم شايفين في بازارات في محلات. طبعا الحاجات هناك كلها اسعار سياحيه عشان تبقوا فاهمين، اللي بيحب يشتري من مصر يبقى الموضوع صعب بالنسبه له. ده المكان قدامكم زي ما انتم شايفين اللي فوق ده، ده اللي بقول لكم عليه، ده اللي عايز يخش الاهرامات من جوه بيدفع تذكره 150 جنيه، وبيدي تذكره فوق الحارس اللي موجود على المكان المدخل بتاعهم، وبتخشوا وبتنزلوا مكان عميق شويه طويل شويه، يعني عاوز حد يكون مستعد. وزي ما انتم شايفين دي كانت زيارتي لأهرامات الجيزة، وكانت تجربتي في إحدى عجائب الدنيا السبع. حبيت أخدكم معايا لتجربتي في أهرامات الجيزة، ووريكم عظمة وجمال وبراعة الفن الهندسي المعماري المصري عند قدماء المصريين. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا ولو بأي معلومة عن أهرامات الجيزة. اللي عجبه الفيديو يا ريت لايك وشير، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك عشان يوصل له كل جديد على قناة تجربة إيمي.